هذا دليل على أنه أهل جلولاء متحابين متسامحين متراحمين. نتمنى أن نبقى هكذا دائما. أشكر مقدم الحفل لما أبدأ بالسلام على كل رجالات جلولاء وعلى كل ملامح الحضارة والبصمات الموجودة في جلولاء. الجمال، شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم. الشاعر الحبيب باسم الحربي وأصدقائي أحمد جمعة وضياء عباس وأحمد عدنان مالية والكابتن نجم عواد الأول. موكو فريقي ملتقى ثقافي جلولاء. أما مهرجان ما نكرد مهرجان القراءة الأول للشعر جلولاء. أما يكم مهرجانا وجهود ذاتي كرياوة أم مهرجانا كما نش وكو معرض كتابة انزار فقري الشعري ولقل مسرحية ولقل قراني واشتانا كرا وعم تقريبا بومانيا كاتشي تحذيرات يكين واشتانا السريكين. هدفي أم مهرجانيشا أو تاني قبلين خلق شعري جلولاء بيان تلين بو هين مكان توزي وكو كتاب مخيون إنه الثقافة عم قريته وكو جاري جاران چونك شارع كمان بيش 2 صال لشر داعش نجاتي بو. بعد الأحداث الأخيرة التي مرت على العراق سنة 2014 وخصوصا بعد سيطرة العصابات الإرهابية على مدينة جلولاء ودمروا الثقافة والأدب ومكتبة جلولاء الشاخصة بالأدب والعلوم، ارتأى شباب جلولاء ومثقفيها وشعرائها أن يؤسسوا ملتقى ثقافي سمي باسم ملتقى جلولاء الثقافي، غير منتمي لأي جهة سياسية أو إدارية، وهو مسجل في وزارة الثقافة. وهدف هذا الملتقى هو إبراز النشاطات الثقافية والأكاديمية لجميع المواهب في المحافظة. يأتي الهدف من هذا المهرجان لإشاعة روح المحبة والتسامح بين المواطنين، خصوصا أن ناحية جلولاء هي خليط من قوميات ومذاهب مختلفة، وليرسلوا رسالة للعالم أن جلولاء مدينة للتعايش والمحبة. استفتحنا بهذا اليوم الساعة 2 ظهرا اللي هو ملتقى جلولاء الثقافي، الملتقى الأول بعد سقوط جلولاء. الحمد لله شفنا كثير من النشاطات وكثير من الفعاليات الجميلة جدا صراحة أبهرتنا. يعني بعدما كانت جلولاء بعد ما رجوعنا كانت تقريبا شبه ميتة، منطقة نائية. الآن نشوف كثير من النشاطات، كثير من الفنون، كثير من الأشياء اللي قبل كانت سابقا موجودة رجعت وبعد أفضل الحمد لله. وأيضا مشاركات كثير بها من الفرق التطوعية، منظمات المجتمع المدني، التعاون مع الجهات الموجودة بالمدينة. الحمد لله أشوف كلها متكتفة وكلها هدفها وصول جلولاء إلى القمة، وكلها فرحانة بهذا اليوم الكبير. ونقدر نقول يعني يد بيد تنهض جلولاء من جديد. مشاركة النساء الحمد لله يعني ما شاء الله، هذا الشيء كلش أفرحني صراحة. إنه يعني سابقا المهرجانات والملتقى الثقافي وأي شيء كان يتعلق بالأشياء الفنية كان من الصير داخل جلولاء، يعني فئة النساء فيها كلش قليلة. بعض مرات يضطرون انه النساء يجون من غير مكان يعني الجلولاء. اليوم صراحة اشوف الناشطات المدنيات، اشوف الفرق التطوعية، اشوف منظمات المجتمع المدني، ما شاء الله النساء لهم دور كلش كبير بهذا الشيء، وان شاء الله للافضل. ونقدر نقول شوية نتخلص من الطابع اللي كان انه قيد المرأة ويمنعها من مشاركتها ومن يعني من اعطاء مواهبها. الله استاذ في معي جيت ابويا حجز الكتاب يمك عيني؟ لا جوزي؟